خلال رحلتي كسوفت وير انجينير في شركات مختلفة في مصر وبره مصر، شفت مئات السيفيهات او ممكن اكتر من مئات، ممكن الافات السيفيهات. في اوقات كنا بنفتح بوزيشنز بيجي لنا مثلا 1000 سي في. تعالى بقى اديك شوية معلومات بسيطة ازاي تعمل السي في فعلا الراجل اللي بيعمل له ريفيو يبدأ يقرأه ويديله اصلا وقته. لان في معلومة بس يعني محبطة شوية، ان بنسبه كبيره جدا السي في بتاعك اصلا مش بيتقرا. يعني لما بتخش ايزي ابلاي على لينكد ان وتقعد تبعت السيفيهات في كل حته، تبعت السي في بتاعك يعني لكل الناس، بنسبه كبيره هو بيعدي على فلتريشنز الاول. وبنسبه كبيره لو انت مش مهندل السي في بشكل معين بشكل محترم كاتب فيه معلومات فعلا هم محتاجينها، فبنسبه كبيره بيترفض اصلا قبل ما يوصل لا للريكروتر ولا للي هيعمل لك الانترفيو ولا اي حاجه. وده مش عيب فيك ولا عيب في اي حاجه، هو ممكن بس الفلتريشنز دي بتبقى رخمه شويه، اي تي اس بقى وشويه حاجات رزله جدا بتفلتر السيفيهات، لان في عدد فعلا مهول من السيفيهات بتيجي. ممكن لو انت عامل السي في بتاعك بطريقه مش بروفيشنال او الطريقه مش احسن حاجه او مش بتعبر على اللي هم محتاجينه، يقع في ايد حد يعمل لك ريجكت اصلا من قبل ما يبدا يبص على السي في. فخلينا نبدا مع بعض كده بالراحه خالص مع بدايه السي في، وانا بعمل السي في المفروض اعمل ايه. وناخده اول سيكشن بيكون ايه؟ السمري. طبعا انا هقول لك سيكشنز مش لازم تحطهم بنفس الترتيب اللي انا بقوله لك، ولكن مثلا ناخده السيكشن الخاص بالسمري. ما تجيش في اول السمري كده تروح عامل الجمله اللي المليون واحد 99% بتكتبها باشنت اند هارد وركر. ايه طب ما كل الناس بتاخدها كوبي بيست، يشوف السي في واحد زميله ياخدها ويروح حاططها كوبي بيست. ممكن تلاقيني عامل الغلطه دي على فكره وما يعني ما عملتلهاش ابديت من فتره، ولكن يعني ممكن تلاقيني عاملها في حته معينه لانها جت في دماغي دلوقتي انا ناسيها، انا كاتبها بقالي بتاع 5 سنين. ولكن الجمله دي مكرره بصوره مش هتفرق معايا في حاجه. لما انا بقى بدات اقرا السيفيهات عشان ابدا اعمل لك انترفيو، يعني لما بخش اعمل انترفيو لواحد بخش افصص السي في حرفيا، بمسك السي في ده ما بسيبش لاين ما بقراهوش، لان انا داخل اعمل لك انترفيو. فلازم ادام هعمل لك انترفيو ابقى فاهم انت مين. السمري ده بالنسبه لي انا عايز اعرف اسامه اللي جاي ده عباره عن ايه. فلما هو انسان عباره عن ايه، يعني بيذاكر ايه، يعرف ايه، اشتغل ايه. مثلا السمري دي المفروض يبقى فيها خبرتك ولكن بشكل بسيط. مثلا تقول انا عندي خبره سنتين في الاي كوميرس، اشتغلت سنه ونص في الفينتك. اللي هو ايه، انا بقرا السمري كده بستمتع. الراجل ده عنده اكسبيرينس مثلا 5 سنين، او حتى ما عندوش اكسبيرينس، هو عمل حاجات ولسه فريش جراديوت، ولكن مش كاتب لي كلام محفوظ او كلام نقله من حد. لا، هو بيحاول يوصل لي انا مين، عملت ايه، وصلت لايه، اشتغلت في ايه، ايه المشاريع اللي انا عملتها وايه المشاريع اللي انا اثرت فيها. فده جزء مهم قوي. طيب نخش على الجزء الثاني الخاص بالاكسبيرينس. ما تجيش في الاكسبيرينس تقول لي انا اشتغلت سنتين في البروجكت ده، فين لينك البروجكت ما تلاقوهوش، فين لينك الشركه ما تلاقيهاش. ده لو انت يعني مش فريش، انت اوريدي اشتغلت قبل كده. وبرضه هنتكلم على الناس اللي هي ما عندهاش اكسبيرينس المفروض تعمل ايه في الجزء ده. طيب ما تجيش مثلا تقول لي انا عملت بيلد ابلكيشن كذا. لا، ما انت المفروض تكتب انت عملت ايه جوه الابلكيشن ده، يعني دورك كان ايه بالظبط. مثلا عملت فيتشر معينه، الفيتشر دي اثرت في البروجكت دوت نجح فبدأ يبيع اكتر. على سبيل المثال مثلا عملت ضفت اناليتكس جوه البروجكت فبدات تشوف انسايتس معينه. اللي هو انت مش بتشرح لي اللي انت ديفيلوبر بس، لا، انت بتقول لي انت اشتغلت ازاي في الجزء ده والبيزنس بتاعها فهمته ازاي، او انت اثرت في ايه في البروجكت ده. ممكن يبقى بروجكت كبير جدا حرفيا انت كتبت فيه وان فيتشر، يعني مش لازم تكون انت اللي بدات فروم اي تو زي، لا، انت ممكن تكون عملت جزء بسيط جدا جوه البروجكت ده. فلازم توضح لي وبالارقام. يعني مثلا لو عرفت تقول ان البروجكت ده عليه مثلا 100,000 يوزر، مثلا البروجكت ده
في كام فيتشر، الفيتشرز دي بتعمل ايه، اللي هو انا اشتغلت مثلا على الفيتشر الفلانيه وحسنت البرفورمانس من كذا لكذا. مثلا لو انت باك اند، انا عملت الاند بوينت دي كانت مثلا بتريسبونس في 10 ملي سكند، خليتها في 2 ملي سكند على سبيل المثال، مش كاند بوينت يعني، كمجمل او كفكره عامه. انا بديك بس افكار ابستراكت كده، ما تاخدش الكلام ده تروح تكتبه في السي في يعني. ركز معايا، انا بقول لك حاجات في العموم، حاول اللي انت بقى تشوف الاكسبيرينس بتاعتك، لان كل واحد الاكسبيرينس بتاعته مختلفه يعني، مش هتلاقي كل الناس زي بعض. لا، في الحته دي بالذات لازم تقعد وتدي وقت للسي في وانت بتكتبه. طيب سيكشن تاني، سيكشن السكيلز، وهو مهم جدا. ما تجيش بقى يا صديقي العزيز تروح داخل على السكيلز تقعد تحشي كل السكيلز اللي عندك اللي هي مش عندك. تقول لي يعني ايه عندك ومش عندك؟ مش معنى اللي انت شفت كورس مثلا او كراش كورس ساعة ونص بيشرح نيكست جي اس فانت كده بقيت راجل اكسبيرينس في نيكست جي اس وتحطها لك كاكسبيرينس. مش معنى ان انت شفت كورس كراش كورس عن دوت نت فانت بقيت راجل فاهم يعني ايه باك اند ويعني ايه دوت نت. مش معنى ان انت شفت لي كورس ساعة وربع في فلاتر فانت بقيت راجل تنين في فلاتر. مش معنى ان انت شفت كورس او كراش كورس في الاي او اس فتحطها لي في السكيلز. ما ينفعش اخش اقرا السكيلز دي الاقيك كاتب 30,000 سكيل، كل اللي انت كاتبه في السكيلز دي هتتسأل عليه. يعني لو اللي بيعمل لك الانترفيو ده رايق كده هيمسكك بقى في كل سكيل من دول، يلا بينا نتكلم عن كذا وكذا وكذا وكذا. وهو المفروض اللي هيعمل لك انترفيو يبقى هو اوريدي كفرد كل السكيلز اللي انت حاططها دي. لان انا ما ينفعش اسالك في سكيل انت اوريدي كاتبها في السي في بتاعك وتقول لي ما اعرفش، او تقول لي مثلا شفتها كده، ما شفتها كده يبقى دي معلومات لنفسك. انما السي في ده يعبر عنك ويعبر عن السكيلز اللي حضرتك اشتغلت بيها وعندك اكسبيرينس فيها. ما يبقاش الموضوع جينيريك وعام جوه السكيلز دي. طيب بعد السكيلز، الديزاين نفسه بتاع السي في، انت مش بترسم لوحه فنيه يعني، ما تجيش الوان بقى وصور وكور ومش عارف ايه، ما بتعملش كده. انا عامل السي في بتاعي على وورد يعني، بكتبه على وورد عادي تكست وخلاص، والفونت اللي هو الستاندر يعني. ما تبذلش مجهود اللي انت تقعد تلونه، انت مش داخل تقدم في لوحه فنيه فعلا. فالموضوع ابسط من كده، تكتبه عادي على وورد. مش عايز اخش في خناقه صفحه ولا 2 ولا 3، اعمل اللي انت عايزه، ولكن انا هقول لك من خبرتي ومن اللي انا بفضله ايه. عندك اكسبيرينس اقل من 3 4 5 سنين، يعني من 3 ل 5 سنين 1 بيج، اقل من كده 1 بيج. ما عندكش اصلا اكسبيرينس تكتبها، هتكتب ايه؟ عملت ايه في حياتك؟ هتحط لي في 6 صفحات. انا في واحد باعت لي السي في بتاعه 8 صفحات بي دي اف. هنهزر يعني؟ انا هقرا لك ليه ال8 صفحات اصلا؟ انا لا مهتم اقرا ال8 صفحات. انت اصلا عملت ايه؟ انت لسه جراديوتد من يومين يعني، مثلا تلاقيه لسه متخرج من 3 ايام وعامل لك سي في 8 صفحات، هقراه اعمل بيه ايه ال8 صفحات؟ او انت كاتب فيه ايه؟ والله ساعات بيبقى عندي يعني نفسي اقراه، بس ما هجيب لك وقت واجيب للي بعدك وقت، وانا مثلا في 1000 سي في جم على ايميل الشركه محتاج ان انا افلترهم، دخلتهم مثلا على تول فلترت مثلا طلع لي 100. ما 100 ده كتير برضو يعني، 100 ده رقم كبير. فهبدا بقى ابص على حاجات اللي هي ايه، ده مش عارف الديزاين مبهوأ قوي واحنا اصلا بنعمله على وورد مثلا، ده حاطط صورته، انت مش مقدم سيلز. مش بقول لك ان انا بعمل كده، بقول لك ان في ناس ممكن تعمل كده وتبدا ترفض سيفيهات، وممكن تبقى انت شاطر فتضيع فرصتك عشان نوتس بسيطه. اكتب لي الاكسبيرينس والداتا اللي انا فعلا عايز اشوفها، المعلومات الرئيسيه، مين احمد، مين عمر، مين ابراهيم، مين، فاهم يعني؟ ما تكتبليش كلام عام، ما تكتبليش كلام انا مش محتاج ان انا اقراه في حاجه، ولان هو مش بيتقرا يعني. هو بنسبه كبيره جدا لو انت كاتب يعني مانشيت 8 9 صفحات مش هنقراه، محدش هيقراه ولا حد مهتم بيه. طيب نطلع تاني فوق بقى، فوق السامري كده، اللينكات اللي حضرتك حاططها. لو جيت مثلا يعني بصيت على اللينكات كده ودوست على لينك معين ولقيت اللينك ده ما بيفتحش،
هل انت متوقع ان حد اصلا يكلمك؟ يعني هل انت مستني بعت السي في وقاعد بقى مستني الشركه ما كلمتنيش؟ ما هو مش هتكلمك ليه؟ في سيفيات كتير جدا جات لي، لينكد ان بالشغال، جيت هاب بالشغال، الايميل غريب الشكل اصلا ميدو 6 7 8. ما تكتبوا اسم عادي يا صديقي، مش لازم ميدو يعني مش لازم ميدو عشان ما يزعلش، مش ما اعرفش في حد اسمه ميدو يتابعني ولا لا يعني. ما اقصدش ان انت يعني مش لازم تعمل ايميل مش فورمال، اعمله فورمال عادي، مثلا مثلا كريم ابراهيم مثلا 1 2 مثلا. يعني اكتب، بلاش اللي هو ايه الدلع بتاعك اللي كانوا بينادوك بيه وانت في ثالثه ابتدائي، تحطه ايميل في فورمال سي في بعته للشركه عشان تقراه عشان تجيبك تشتغل عندها. مش هقول لك ان ده ممكن يبقى سبب رفض، ولكن ممكن من اسباب في العقل كده اللي شغال في الباك جراوند، دي مع دي مع دي مع دي، لا فاكس خلاص. مثلا حاطط صورته مع مش عارف ايه مع ايه و6 صفحات، لا خلاص اللي بعده. فيبدا فرصك تقل. طب ليه؟ طب ما انا اعمل حاجه مظبوطه والحاجه دي ابدا اقدمها فعلا بشكل فورمال، لان انا في النهايه انا ما شفتكش. يعني الموضوع مش بيبقى بيرسونال مع فاللي انا عايز اوصل له بقى في النهايه من كل الكلام ده، اللي انت تعمل سي في يكون فورمال. السي في ده تبذل فيه مجهود، لان ده اللي بيوريني انت مين بالظبط. تحط معلومات فعلا صحيحه، تحط اللينكات كلها شغاله، تكتب الاكسبيرينس فعلا اللي عندك. يبقى الموضوع هادي وبسيط، مفيش الوان مفيش صور مفيش حاجه، ده سي في بسيط سيمبل للغايه، يخلي اللي بيقراه حتى يبقى مبسوط وهو بيقرا الايه السي في ده. في بقى نقطه او سؤال كان بيجي لي كتير جدا جدا جدا، وهو لو انا عندي اكسبيرينس في اكتر من فيلد، يعني مثلا راجل تنين جدا في الباك اند، تنين كجونيور يعني ماشي، تنين كجونيور في الباك اند، وتنين قوي في فلاتر، الراجل ذاكر التو تراكس والراجل جاهز ان هو يشتغل كجونيور في التو تراكس دول. اعملها ازاي؟ وايه السي في هكتب ايه في السي في؟ عشان السؤال ده جالي كتير جدا جدا جدا. فده اللي احنا هنبدا نتكلم عليه المره الجايه. طبعا انت دلوقتي لو انت وصلت لحد هنا فانت في سلسله ايه يا صديقي؟ كواليس الشغل في الشركات، ودي الحلقه الثانيه. لو عايزنا نكمل في السلسله سبسكرايب لايك كومنت وقول لي اللي احنا نكمل. ولو عندك اي افكار او محتاج تعرف اي معلومات في الشركه سيبها لي في الكومنت تحت. والسلام عليكم.